الصلاة واجبة. دق لي خرم من الواجب اروح صليتي. غش ما احنا ما ندري واجب يا صدوق ايه بالله. تعالي علمينا درس بالدين حبيبتي. حليمة السعدية تعالي، ماما تعالي بنتي، تعالي امي، تعالي خيا، تعالي خلينا نسوي وياك بودكاست ديني. تعالي. انا ستعبت الناس كلها، اجيت علقت لهذا على الصلاه. هو الواصل لهيج مرحله يعرف شنو الصلاه، يعرف شنو الصوم. ذولا ما يحتاج تجون تنصحونهم وتقول لهم ليش ما تصوموا وليش ما تصلوا وليش ما تسوي هيك. هو العابر المرحله، هو عابر مرحلته، واصل لمرحله الخوات. بعد ايش تتوقعون منه؟ بس صدق اكو شغله محيرتني، هيك نماذج ليش لما واحد يسولف لهم عن الصلاه عن الصوم عن الحرام عن مدري شنو هاي ينبزون كانه سابهم. مثلا بس تقول له على الصلاه لو على الصوم كانه انت سابه، كانه غالط عليه. بسرعه يقبون، بسرعه يضوجون، يعصبون. ليش؟ ما دايخ انا بهذا الشيء. يعني شو تحسون بنفسكم مثلا كفار لو شنو؟ وين موقع صالونك خيا؟ مو قلنا بعناه انفقرنا من ورا عيون كان بعناه نقيتن عليه. الله ينق عليه كان ان شاء الله بجاه الحبيب محمد من صباح حياة الله. شاكو بعناه. يقول لكم باعوا، بس هي مو الناس اللي حسدتك، مو عيون الناس. انت منو اخر شخص جبته سوى لك اعلان؟ زنيطه. وين ما تروح تحرق. هي زنيطه وين ما تروح تسوي اعلان بعد لو ما حد يشتري من عندهم، لو يبيعون المكان، لو يخسرون، لو ينسد هذا المركز، ما ادري شنو سالفته. فالعين مو من الناس جايتك ابو البعناه. المشكله من زنيطه، انت من جبته سويت لك اعلان بعد ما استمرت ونسد المركز مالتكم. بعناه. مساء المحبة، شلونكم؟ شاخباركم؟ ان شاء الله زينين. شكو ماكم، اشتاقت لكم. طبعا مسي عليكم متأخرة، انا قاعدة من وقت الساعة ب 12 الظهر، لكن شنو عندي تجهيز غراض لان عندي سفرة عن قريب وعندي شغل، واليوم عندي تصوير خارج البيت. احذروا وين راح نروح، وش رايكم بهالاوتفيت الحلو؟ شنو مسي عليكم متأخرة؟ شنو اليوم قاعدة من وقت؟ شنو الساعة ب 12؟ شو تخربطين؟ نريد لنا جملة مفيدة وحدة ماكو. وحزروا وين اليوم رايحة الشيف محمد تفتري بالمطعم مالته. وين رايحة مثلا؟ تتجهز للسفر. خير ان شاء الله. هي تريد لها واحد يقول لها تعال خلاك تشتريها. لا الاوتفيت ولا غلطة. هلا وحبايب، شلونكم؟ شاخباركم؟ ان شاء الله زينين وطيبين وبخير وصحة وعافية. شنو الاخبار؟ طبعا احذروا وين مسافرين على هالاطلالة وهالجمال. قولوا ما شاء الله وصلى على محمد وآل محمد. ايش رايكم بالاوتفيت الحلو؟ طبعا اكيد جوازنا العراقي. رايحين وين؟ احذروا. طبعا محضرة جنوبتي قبل بيوم. طبعا اليوم ما نايمة غير ساعتين فقط ساعتين، فمحضرة جنوبتي قبل بيوم. وهسه نروح ونقول يا رب الخير والرزق والمستقبل الحلو بطريقنا. شكرا على تعليقاتكم الإيجابية والحلوة. يلا خليكم ويانا وسفرتنا الحلوة المفاجئة. ما قلتكم وين. شلون من البارحة ما نايمة؟ وشلون بالفيديو السابق انت قلتي قاعدة ب 12؟ شنو تشذبين وتنسين؟ انا عديت من ذولاك الاثنين؟ شنو وضعك؟ وخبصتنا احزروا وين اروح واحزروا وين اروح. وين ترحين؟ هو انت تردين ترحين لايران وما رايحة؟ وين ترحين مثلا؟ ولما غرضها قبل يوم يومين وبعد ما تضرب نفسها تقدر تروح لا والله خبصتنا. وين رايحة مثلا؟ رايحة سويسرا؟ رايحة كندا؟ وين رايحة مثلا انت؟ رايحة لايران بس تعبرين حدود. بسيارة تقدرين تعبرين. خبصتينا خبص. صار لها يومين لازم الجواز بيتها. يابا انت اول دبر فلوس السفر وبعدين تعال لازم الجواز بيتك تصوري. انت قبل يومين مصوره فيديو ما عندي عشاء وما عندي اشتري بيبسي وما عندي مدري شنو. هسه تفيكين سفر ولازم الجواز بيتك. لا خطيه مسكينه ما عندها على قد حالها. تتبادر انا اطرحهن، يعني تتبادر نساء من صور خطوبه، صور عرض، صور اي شيء بدون حجاب، انا اطرحهن فيديو. والحلو انه بس تكمل المجله وتستلميها المحادثه تنمسح والصور كلها ينمسحن. والحجز فقط واتساب، ما احجز لا انستغرام ولا تليجرام، فقط على الواتساب. هذا رقم الواتساب مالتي، انا ارد عليكم راسلوني وان شاء الله بدي ارد عليكم اذا ما حصلتوني هسه. لا صحيح هو كله كادر نسائي. هو انت بس وحده يعني كادر نسائي. كم وحده حاسبه نفسك انت؟ والله ذبحتونا ذبح. كادر نسائي وانا اصور هنا وانا ما حد يشوفني وما ادري شنو. هو موبايلك 24 ساعه بيده بفسودي.
بعد شنو ما حد يشوفهن، ما حد مدري شنو، حتى المراسلات تجي هو يرد عليهن. يعني الناس شايفه بالفيديوهات فجأة ياخذ موبايل يظل يراسل ووجهه ينقلب وهاي، فالناس مو اغبياء. خلي ولا ما حد يشوفهن وما حد يدري وما حد مدري شنو. اكو بنات عادي عتن حتى اذا مثلا واحد يشوف صورهن وهاي عادي، بس اكو ناس لا تثق بهذا الكلام، تصدق هذا الكلام، بس انتوا حتى بالتصوير تصورون موبايلك بيده وهو يقلب بيه ويرد على المراسلات. حتى فد مرة كنتوا تاكلون وفتح بصمة مال صوت بنية مبين ذاك هو. فكاف تشذبون على الناس، كاف تضحكين على الناس. خطية هي تطبع الصور وما حد يشوفون وتنمسح المحادثة وما ادري شنو، هو حتى الرقم الواتساب مالته مو مالتك. وهذا الحبر اللي بيده بفسودي، كل ما تسوي الاعلان لهاي المجلة القشرة اللي الناس حتى نستها، يعني والله قديمة هاي الشغلة. لازم اكو حبر على ايده، يعني ايده بفسودي لازم عليها حبر. ربك يريد يفضحها، يعني مو احنا، لا هو ربك يريد يفضحها. الحبر هذا مال شنو؟ مال الطابعة ومال طبع الصور. خطية هي تشتغلها وكادر نسائي. صحيح صحيح، مصدقينك، مصدقينكم اثنينكم، انتوا ابد ما تكذبون. وروح البابا، بس تفض هاي السالفة اللي أنا بيها لو أوريكم وجه الثاني. وروح البابا؟ وش بيش تحكين هيك؟ عود خطية هي تحكي بهدوء وانوثة ومدري شنو. شو باقي الفيديوهات مو هيك، باقي الفيديوهات يختلف كلامك. وثانيا وجهك الثاني شنو مثلا ايش تبدين تشوفينه؟ يا قضية تخلص، انت تطلعين من محتوى هابط وتدخلين مرة ثانية محتوى هابط، يا قضية تخلص. بس ما اعرف ليش اللي هسه ما متحاسبة انت، بكل وقاحة قاعدة وتهددين بالناس. وجه الثاني خير ان شاء الله، بس عوف هاي الهدوء والانوثة عود وما ادري شنو، لا مو يمك. رجع لكم جسوم الشاعر بعد انقطاع. بنت بغداد صرت للصيف من تردين ملكاي، وحرارة شوقي تبرد من ورا السبلت. حتى التليفون حمل، حتى التليفون حمل. هو هذا الاخبار، يعني ما يحتاج واحد يجيب لسانه يقول لو مثلا تشوفون رابطينه، لا هو هيك الاخبار. راجع لنا برا الانقطاع، مو هسه انت مشرمه، مو انت من انجازاتك وهسه رجعت من ورا الانقطاع. حمدك وشكرك يا رب.